تخيل انك نازل من مركب والبحر هادي بشكل يخوف، والجزيرة قدامك شكلها جنة استوائية، أشجار خضراء وصخور وطبيعة هادية جدا. تنزل أول خطوة تبص تحت رجلك تلاقي ثعبان، ترجع خطوة لورا تلاقي 2، ترفع عينك على الشجرة تكتشف ان فوق دماغك كمان في تعابين، وفجأة تدرك ان المكان اللي واقف فيه مش مجرد جزيرة، ده مكان البشر فيه بقوا أقلية، والمسيطر الحقيقي عليه آلاف الأفاعي السامة اللي بيعتقد ان فيها اكتر من 4000 أفعى، بينها نوع نادر يسمى أفعى رأس الرمح الذهبي، سمها يذيب اللحم خلال دقائق. ايه اللي خلى الحكومة البرازيلية تمنع اي حد يقرب من الجزيرة دي؟ وهل فعلا في ناس دخلتها وما خرجتش منها ابدا؟ وليه العلماء نفسهم بيتعاملوا مع المكان ده وكأنهم داخلين منطقة حرب؟ النهاردة هنروح سوا لأخطر جزيرة على وجه الأرض، جزيرة آيلا كيمادا جراندي، أو زي ما العالم كله بيسميها جزيرة الأفاعي. لو بصيت على خريطة البرازيل هتلاقي على بعد 35 كيلو من الساحل حتة أرض صغيرة جدا مساحتها أقل من نص كيلو متر مربع، يعني لو مشيت فيها من أولها لآخرها مش هتاخد وقت طويل. لكن الغريب إن المسافة القصيرة دي ممكن تكون أطول رحلة في حياتك، لأن احتمال إنك تخرج منها حي قليل جدا. لكن استنى، دي مجرد البداية. زمان جدا الجزيرة دي كانت متصلة باليابسة، وكانت الحيوانات والناس يقدروا يوصلوا ليها بسهولة، لكن بعد انتهاء العصر الجليدي منسوب البحر ارتفع، والمياه بدأت تفصل الجزيرة عن باقي البرازيل، وفجأة كل الكائنات اللي كانت موجودة عليها اتحبست. ومن هنا بدأت واحدة من أغرب التجارب الطبيعية في تاريخ الأرض. التعابين اللي كانت موجودة هناك ما بقتش تقدر تهاجر ولا حتى تلاقي أماكن جديدة، أصبحت محاصرة في مساحة صغيرة جدا. ومع مرور آلاف السنين حصل شيء غريب، الجزيرة نفسها بدأت تغير التعابين. يعني إيه؟ يعني الجزيرة دي اتحولت لكابوس حقيقي. على اليابسة التعابين كانت بتصطاد فئران وسحالي وحيوانات صغيرة، لكن في الجزيرة كل ده اختفى تقريبا، فضل نوع واحد بس من الفرائس، الطيور. والطيور مش هتقف مستنية تعبان يعضها، لو الطائر قدر يطير التعبان هيجوع. وهنا بدأ التطور يعمل شغله. كل جيل من الأفاعي بيبقى محتاج سم أقوى وسرعة أكبر وضربة أدق، لأن أي خطأ معناه إنه مش هياكل. ومع مرور آلاف السنين ظهر واحد من أخطر التعابين على كوكب الأرض، أفعى رأس الرمح الذهبي. اسمها لوحده يوحي بالخطر، لونها الذهبي بيديها قدرة انها تختفي وسط اوراق الشجر، عينك ممكن تعدي عليها من غير ما تشوفها، وده بالظبط اللي بيخليها مرعبة. انت مش هتشوفها غير لما تكون شافتك هي، وده مش اكتر جزء مرعب في القصة. سم الأفعى دي مش مجرد سم عادي، هو مصمم عشان يوقف الطيور بسرعة، لأن الطائر لو أخذ ثواني زيادة هيهرب. عشان كده السم بيأثر بسرعة كبيرة مقارنة بكتير من الأنواع الأخرى، وبيسيب نزيف شديد وتلف في الأنسجة. ولو المصاب ما تلقاش علاج سريع الموقف ممكن يبقى مميت. وعشان نبقى دقيقين، في ناس بتقول إن السم ده بيذيب جسم الإنسان في دقائق. ده ممكن ما يبقاش صحيح قوي علميا، لكن الحقيقة مش محتاجة مبالغة أصلا، لأن السم وحده كفاية يخلي أي حد يحترمه. السؤال الحقيقي، كم تعبان عايش في الجزيرة؟ ودي نقطة ناس كتير اختلفت عليها زمان. انتشرت أرقام بتقول إن في تعبان في كل متر مربع، وفي أكتر من 4000 أفعى، لكن الدراسات الحديثة بتقول إن الأرقام دي كان مبالغ فيها، ومع ذلك العدد مازال كبير جدا بالنسبة لمساحة الجزيرة، لدرجة إنك وانت ماشي ممكن تشوف أكتر من تعبان في مساحة صغيرة جدا. يعني حتى لو الرقم أقل فالخطر لسه موجود وبقوة. تخيل إنك داخل غابة، كل شجرة ممكن يبقى فوقها تعبان، كل صخرة ممكن يبقى تحتها تعبان، كل فرع شجر ممكن يبقى فيه تعبان ساكن، والأسوأ إن معظمهم أنت أصلا مش هتشوفهم لأنهم أساتذة في الاختفاء. لكن المفاجأة إن البشر بالفعل عاشوا هناك يوما ما.
رغم ان الجزيرة النهاردة معروفة باسم جزيرة الأفاعي، لكن في وقت كان في بشر بيروحوا هناك بشكل طبيعي. وفي أواخر القرن التاسع عشر الحكومة البرازيلية بنت منارة فوق الجزيرة، والهدف كان بسيط: السفن اللي ماشية في المحيط تشوف نور المنارة وتبعد عن الصخور. في الأول كان تشغيل المنارة يدوي، يعني لازم يكون في شخص موجود طول الوقت يشغلها كل ليلة ويطفيها الصبح، وده معناه ان في حارس منارة عايش في المكان ده، لكن محدش كان متخيل النهاية. والقصة اللي هتسمعها دلوقتي اتكررت آلاف المرات على الانترنت، لكن هل هي حقيقية؟ هقولك عليها. آخر حارس منارة كان عايش مع زوجته وأولاده، وفي ليلة الأفاعي دخلت البيت من الشبابيك، والعيلة حاولت تهرب، لكن التعابين كانت في كل مكان، وفي النهاية ماتوا كلهم. القصة دي مرعبة ومن أكتر القصص انتشارا عن الجزيرة. البرازيل قررت تحل المشكلة بطريقة أبسط. بدل ما تبعت إنسان يعيش وسط آلاف التعابين، خلت المنارة أوتوماتيك تشتغل لوحدها من غير وجود أي حارس. ومن وقتها اختفى آخر سبب يخلي حد يعيش فوق الجزيرة. ومن هنا الجزيرة بدأت تعيش لوحدها، كأنها خرجت من عالم البشر. النهاردة لو بصيت للجزيرة من بعيد هتشوف منظر جميل جدا: أشجار كثيفة، طيور بتطير، وصخور نازلة على البحر. لكن الجمال ده مجرد قناع، لأن أول ما تقرب كل حاجة بتتغير. أول حاجة هتلاحظها إن مفيش أصوات بشر ولا بيوت ولا مراكب راكنة ولا شواطئ مليانة ناس، بس طبيعة وصمت وصيد مستمر، كأن الجزيرة بتتنفس لوحدها. من فترة لقوا صياد ميت وغرقان في دمه في القارب بتاعه على الشاطئ بعد ما حاول يهرب من الجزيرة، وللأسف التعابين حصرته وفتكت بيه. ومن الواضح ان عدد التعابين اللي حصره كان كبير جدا، لان جثة الصياد كانت مشوهة بشكل غريب من عدد العضات الرهيب اللي أصابها. لكن السؤال اللي حير العلماء لسنين هو ليه التعابين فضلت موجودة بالعدد ده؟ الإجابة إن الجزيرة دي بقت عالم مغلق. الأفاعي هناك تقريبا ما عندهاش مفترسات طبيعية، يعني ما فيش حيوان كبير بيطاردها باستمرار. وفي المقابل الطيور المهاجرة بتمر على الجزيرة أثناء رحلاتها، بعضها بينزل يرتاح قبل ما يكمل السفر. وبالنسبة للأفعى ده يعتبر بوفيه مفتوح، التعبان مستخبي فوق غصن، الطائر ينزل وفي أقل من ثانية تنتهي المطاردة. وده السبب إن النوع ده من الأفاعي فضل موجود. لكن العلماء اكتشفوا حاجة أغرب: الأفاعي هناك شكلها مختلف شوية عن قرايبها في البر الرئيسي، ومع مرور آلاف السنين بقت نوع مستقل تقريبا. وده واحد من أوضح الأمثلة على تأثير العزلة في التطور. يعني البحر مش بس فصل الجزيرة، ده كمان خلق مخلوق مختلف. بس لو فاكر ان الخطر كله على الارض، استنى لما تعرف ان بعض التعابين فوق الشجر. احنا متعودين لما نسمع كلمة تعبان نبص على الارض، لكن في كيمادا جراندي ممكن تبص تحت رجلك وتنسى تبص فوق دماغك، وفجأة تكتشف ان على الفرع اللي فوقك مباشرة تعبان مستني. وده سبب ان اي حركة هناك لازم تكون محسوبة. العلماء اللي بيدخلوا الجزيرة مش بيمشوا بعشوائية، كل خطوة قبلها نظرة، وكل متر بيتراجع اكتر من مرة. ولبسهم مش مجرد هدوم، أحذية طويلة، ملابس حماية، معدات إسعاف، ووسائل اتصال، لأنهم عارفين إن الغلطة هناك ممكن تمنها يكون حياتهم. ورغم كل الاحتياطات، السؤال اللي بيفرض نفسه: ليه حد يغامر أصلا ويدخل المكان ده يا جماعة؟ الإجابة لأن الجزيرة كنز علمي. العلماء بيدرسوا الأفعى دي عشان يفهموا تطورها، وكمان عشان يطوروا أدوية جديدة. بعض مكونات سموم التعابين دخلت بالفعل في تطوير أدوية لعلاج أمراض معينة، وده يورينا أن الطبيعة حتى وهي مرعبة ممكن تكون سبب في إنقاذ حياة ناس. لكن عشان توصل للفايدة دي لازم الأول تواجه الخطر. ومع كل ده لسه في ناس بتحاول تدخل الجزيرة سرا، والسبب أغرب مما تتخيل. في صيادين وفي مغامرين وفي ناس بتحلم تشوف الجزيرة بنفسها، وفي كمان تجار غير قانونيين بيحاولوا يسرقوا الأفاعي النادرة ويبيعوها في السوق السوداء بأسعار ضخمة. وعشان كده الحكومة البرازيلية بتراقب الجزيرة وبتمنع الدخول، مش بس عشان تحمي البشر، لكن عشان تحمي النوع النادر ده من الانقراض. لكن هل تستحق جزيرة كيمادا جراندي فعلا لقب أخطر مكان على وجه الأرض؟ ولا احنا قدام سمعة أكبر من الحقيقة؟
خليني أقولك الإجابة مش أبيض أو أسود، لأن كلمة أخطر مكان على الأرض ده لقب إعلامي أكتر منه لقب علمي. في أماكن فيها براكين نشطة، وأماكن فيها إشعاعات قاتلة، وأماكن فيها حروب ومناطق محظورة. لكن لو بنتكلم عن جزيرة صغيرة معزولة مليانة تعابين سامة والبشر ممنوعين من دخولها، فكيمادا جراندي تستحق بجد إنها تكون واحدة من أخطر الجزر في العالم. بس استنى، لأن اللي العلماء اكتشفوه مؤخرا كان مفاجأة. رغم ان الجزيرة مرعبة، إلا ان التعابين اللي عليها مش عايشة في أفضل حال، عددها بدأ يقل. ليه؟ لأن الطيور المهاجرة بقى عددها أقل من زمان في بعض المواسم، وكمان التغيرات المناخية أثرت على البيئة، وده معناه ان الأفاعي نفسها بقت مهددة. تخيل المفارقة، المخلوق اللي الناس كلها خايفة منه بقى هو نفسه محتاج حماية. يعني الحكومة بتحمي التعابين من البشر. أيوة، وده سبب مهم جدا تمنع دخول الجزيرة عشانه. ناس كتير فاكرة ان المنع عشان الناس ما تموتش، وده صحيح، لكن في سبب تاني. الأفعى الذهبية مش موجودة طبيعيا في أي مكان تاني على الأرض، ولو حصل لها انقراض هتختفي للأبد. عشان كده أي دخول غير مصرح بيه ممكن يضر النظام البيئي بالكامل. لكن السؤال اللي محدش بيسأله هو لو التعابين موجودة من آلاف السنين ليه ما سابوش الجزيرة؟ الإجابة بسيطة ومرعبة، هي أصلا مش قادرة. المسافة بين الجزيرة واليابسة حوالي 35 كيلومتر. بالنسبة للتعبان دي رحلة شبه مستحيلة. يعني الجزيرة بقت سجن طبيعي، التعابين محبوسة جواها والبشر محبوسين برا، كأن البحر رسم خط فاصل وقال لكل طرف مكانك هنا. لكن تخيل السيناريو ده، لو مركبك اتعطلت والطيار خدك ناحية الجزيرة، في الأول هتفرح، هتقول أخيرا لقيت أرض، لكن بعد دقايق هتكتشف إن النجاة من البحر ما كانتش هي النجاة الحقيقية. هتنزل على الصخور تبص حواليك، الهدوء غريب، الهواء تقيل، مفيش صوت غير الأمواج، وفجأة تسمع حركة خفيفة وسط الورق. تبص مش هتلاقي حاجة، تسمع الحركة تاني، تبص فوق تلاقي تعبان ملفوف حوالين غصن، ترجع لورا تدوس جنب صخرة يطلع منها واحد تاني، وفي اللحظة دي هتفهم انك مش داخل غابة، انت دخلت بيتهم وانت الضيف الوحيد. الغريب ان الجزيرة دي علمتنا درس مهم جدا. احنا متعودين نفتكر ان الانسان هو المسيطر على كل مكان، لكن الحقيقة في اماكن الطبيعة هي صاحبة القرار، ومهما وصل العلم لسه في بقاع في الارض الانسان يدخلها بحذر شديد. العلماء لما بينزلوا هناك مش بينزلوا عشان المغامرة، كل خطوة محسوبة، كل دقيقة ليها خطة، معاهم وسائل اتصال وأدوات إسعاف، وبيشتغلوا في فرق، لأنهم عارفين إن الاستهانة بالطبيعة تمنها غالي.